ممكن بعد اذنك قبل ما تشارك بوست او قبل ما تشتم حد او قبل ما تدخل خناقه على السوشيال ميديا اسمعني دقيقه واحده. احنا في زمن اسمه حرب المعلومات، ناس بتصنع راي عام وناس بتصنع كراهيه وناس بتصنع عداوات بين الشعوب من ورا الشاشات. الفكره ببساطه بتلاقي فجاه موجه حسابات بتتكلم بلهجات مختلفه، سعودي ومصري واماراتي ومغربي، وكلهم داخلين يولعوا ببعض. الكلام يتكرر، نفس الجمل، نفس الشتايم، نفس السيناريو، وكأن في نص واحد بيتوزع على الاف الاكونتات. خليني اوضح لك، مش كل حساب بيكتب انا اماراتي يبقى اماراتي، مش كل واحد بيشتم مصر يبقى مصري، مش كل واحد بيدعي الوطنيه يبقى صادق. في اكونتات معموله بعنايه، صوره مقنعه، لهجه مظبوطه، وعلم على البايو، والهدف الوحيد الفتنه. خدوا مثال من اللي شغال الفتره دي على السوشيال ميديا، هتلاقي في ناس بتحاول تصور ان الامارات بتعادي مصر وبتدعم اثيوبيا ضدها، وناس تانية بتزودها وبتخليها حرب كرامه وتخوين. طب اسال نفسك سؤال منطقي، هو معقول الكلام ده يحصل بنفس السخونه في نفس الوقت اللي فيه تعاون اقتصادي واتفاقيات وصفقات كبيره بتحصل بين الدول؟ وللعلم في صفقه اقتصاديه كبيره حصلت بين مصر والامارات من كام يوم. كتير من اللي بيتقال بيتقدم لك كانه حقيقه مؤكده، وهو في الحقيقه محتوى مسيس وهدفه تهيج الراي العام والفتن. برضه مهم نفتكر ان العلاقات بين الدول مش بوستات ولا ترندات. في لحظات ازمات كبيره مرت على مصر زي الفتره اللي كانت بعد احداث يناير، ودي كان فيها دعم عربي واضح، والامارات والسعوديه تحديدا ضغطوا كتير جدا على امريكا علشان مصر ما تنهارش، لانه وقتها كانت امريكا وتركيا وغيرهم كانوا بيستعدوا للغدر بمصر، واتحركت الاساطيل البحريه، ولكن الحمد لله قواتنا المسلحه كانت صحيه لهم، وساعدنا كمان ضغط الامارات والسعوديه لاستقرار مصر، ووقتها كان عامل استقرار مهم وساعد ان البلد ما تدخلش في سيناريو انهيار كامل. الفكره مش نمجد حد، ولا انا هيعينوني بكره في منصب كبير مثلا في الخليج علشان كلمتين زي دول. الفكره اننا نفهم الدول بتتحرك بمصالحها وبحسابات امنها، مش بتعليقات فيسبوك ولا تويتر. ونفس الكلام بينطبق على المغرب، هتلاقي موجه تحريض ومصر والمغرب بيكرهوا بعض وخناقات ملاعب وشتايم وكلام فارغ، ولكن على الارض في تعاون وصفقات ومشاريع، وفي حاجات كتير بتدار بهدوء ما بيتعلنش عنها الا لما بتكتمل. يعني احنا بنخسر بعض كشعوب على الفاضي وهم بيتعاملوا بعقل. يا جماعه بلاش تنكروا كشعوب حتى لو في خلافات سياسيه بين دولتين، وده طبيعي، مش معناه ان الهدف اسقاطك او تدميرك. السياسه في العالم دلوقتي بتشتغل بقاعده واحده بس، لا صداقه دائمه ولا عداوه دائمه، فقط مصالح. والمشكله انه في اعلام وبعض صناع المحتوى بيحب يركب الترند، يسخنك، يستفزك، يخليك تشتم علشان يكسب هو تفاعل مشاهدات. هو مستفيد وانت اللي بتطلع من الفيديو شايل كراهيه لاخوك العربي. على فكره انا اسهل حاجه عندي كنت اركب الترند زي ما بشوف صفحات كبيره بتعمل، والعب على مشاعر الناس. اصل الناس بتحب قوي اللي يسخنها، بس ده عمره ما كان هدفي في السوشيال ميديا. انا بقدم رساله هقف بيها قدام ربنا في يوم من الايام. هقول لك على كام نصيحه سريعه كده. قبل ما تعمل شير بص على الحساب، جديد، تفاعل غريب، نفس الكلام بيتكرر. تاني حاجه فتش عن مصدر محترم مش سكرين شوت. تالت حاجه لو لقيت خطاب خيانه، سب، تحريض، اعرف ان غالبا داخل لعبه. في الاخر احنا كشعوب اللي هنكره بعضه على الفاضي، واللي بيكسب هو اللي بيتفرج علينا واحنا بنضرب في بعض. ولو انت متفق مع الكلام ده شارك الفيديو واكتب في التعليقات انت تعرضت قبل كده لحسابات بتحاول تجرك لخناقه سياسيه ولا لا. لحد ما اشوفكم في الحلقه الجايه ما تنساش تتاكد انك عامل لي فولو وسبسكرايب، علشان دايما هتلاقي هنا الخلاصه مع اسلام انور. ودايما وابدا تحيا مصر، والسلام عليكم.